اكبر خدعة بنعيشها هي ان احنا دايما بنفصل ما بين البيزنس بتاعنا وما بين الروحانيات، ودي بتعمل مشكلة كبيرة عندنا لان احنا في الاخر عندنا وقت وطاقة محدودة. لما بيحصل ده بيحصل حاجة اسمها cognitive dissonance او الصراع الادراكي. الفكرة ببساطة ان انت بتبتدي تشوف ان كل الحاجات اللي عندك، الشغل وحتى العبادات، ان هي كلها مهام انت لازم تعملها ولازم توزع طاقتك عليها. فاللي بيحصل ان انت طاقتك بتستنزف لان انت ما عندكش الوقت والطاقة الكافية ان انت تقدر فعلا ان انت تعمل كل ده في يومك. طيب ايه الحل؟ الحل ان انت توحد نيتك. لما تكون وانت في شغلك كمان انت بتعمل ده عشان تعمله باحسان، عشان يكون عبادة بالنسبة لك، انت بتوحد النية بتاعتك بتاعة اليوم كله، وده بيخليك ان انت تستهلك طاقة ووقت اقل بكتير. اول حاجة محتاج تفهمها ان انت تقدر تخلي شغلك كمان هو طريق لان انت تعمل عبادة لربنا، وتفهم ان الاحسان هو ميثودولوجي او منهجية لو قدرت ان انت تمشي عليها هتفرق معاك كتير جدا في حياتك. طول الوقت محتاج تفكر نفسك ان انت بتعمل الحاجة علشان تسيب اثر. في البيزنس هي بالنسبة لك كمان وسيلة تساعدك. لو انت كرائد اعمال بتعمل كل حاجة علشان عندك نية فعلا ايجابية، الدراسات كمان بتقول ان الانسان اللي هو بيشتغل علشان يسيب اثر وعلشان يعمل حاجات فيها افادة اكتر، هو فعلا بيكون بنسبة اكبر بكتير مرتاح في حياته، وبنسبة اكبر بكتير قادر ان هو يوصل لنتائج افضل. حاجة مهمة كمان ان انت بتقدر بنسبة اكتر من 40% يكون انتاجيتك اكتر بكتير لو انت بس قدرت ان انت توحد نيتك. هتكلم معاكم على 7 حاجات تقدر ان انت تعملها علشان تساعدك ان انت فعلا يكون عندك منهجية الاحسان في البيزنس بتاعك. فاول حاجة هتكلم فيها، ودي اهم حاجة نبدأ بيها حلقة البودكاست النهاردة، هي ان انت محتاج تبدأ بالنية بتاعتك. الانترنسك موتيفيشن او بيكون عندك دايما حافز داخلي ان انت تعمل الحاجة. محتاج ان انت تظبط النية بتاعتك دي. انت بتعمل الحاجة دي ليه؟ انت بتعمل البيزنس بتاعك ده ليه؟ ايه الهدف اللي انت عايزه؟ ناس كتير طبعا بيتكلموا على الواي، زي مثلا سايمون سينك قال لك ابدأ بالليه او start with why، ولكن احنا في الاحسان بنتكلم على ابدأ بالنية. قبل ما تعمل اي عمل محتاج ان انت تقول انا بعمل ده ليه. ظبط النية، ولما تظبط النية حاجات كتير جدا هتفرق معاك. لو نيتك مثلا وانت بتعمل البيزنس انا بس عايز فلوس، انا بس عايز ان انا اعمل شهرة، انا عايز ان انا اخلص من الفقر، هتلاقي طول الوقت انت بتقع في تحديات كبيرة جدا. ولكن لو نيتك الحقيقية ان انت فاهم ان انت بتقدم حاجة بتساعد بيها غيرك، بتفيد بيها غيرك، ناس بتقدر تحل بيها مشاكلها، الموظفين اللي عندك بيقدروا ان هم يفتحوا بيوتهم بالرزق اللي انت بتديهولهم، حاجات كتير جدا هتختلف بالنسبة لك. يمكن المعلومة الأولى دي تبان إن هي حاجة بسيطة وإحنا مش بنفكر فيها كتير عشان بنمشي وإحنا حاسين إن إحنا كده كده عندنا نية كويسة. ولكن دلوقتي وقف الحلقة كام دقيقة وركز واكتب النية بتاعتك من ورا البيزنس بتاعك. أنت بتعمل البيزنس ده ليه؟ وخلي الورقة دي معاك طول الوقت علشان تبقى دايما فاكر أنت بتعمل البيزنس ليه، وهتشوف فرق كبير في النتائج بتاعتك. الحاجة التانية اللي حابة اتكلم عنها، ودي حاجة مهمة جدا وبننساها كرواد اعمال، هي pay yourself first او ادفع لنفسك اولا. لما بنقول النصيحة دي ناس كتير بتفتكر ان هي نصيحة مالية، ولكن الحقيقة هي كمان نصيحة روحانية، لان نفسك ليها عليك حق. واحنا بنعمل البيزنس دايما رائد الاعمال بيقع في حاجة اسمها the martyr complex، او اللي هو دور شوية شبه دور الضحية. هو بيبقى فاكر ان هو محتاج ان هو يجي على نفسه، وان هو ما يدفعش لنفسه، وان هو يخلي دايما بيدفع للموردين، بيدفع للموظفين، بيعمل كل حاجة الا ان هو يدفع لنفسه عشان يلبي احتياجاته. وهنا انت بتقع في الدور ان انت بتحس مع الوقت ان انت مظلوم، انت مش مستفيد بالبزنس بتاعك، وده بيعمل لك تحديات كبيرة جدا وبيخليك مش قادر ان انت تكمل، وبتوصل لمرحلة ان انت مستنزف طاقيا. فافتكر ان انت محتاج ان انت تدفع لنفسك اولا، وان انت كمان محتاج ان انت تحط لنفسك حاجة تكون بتطلع لك عائد مادي هتكون بتستفيد منه عشان تلبي بيه احتياجاتك. في الإدارة في مفهوم اسمه empty vessel theory أو نظرية الوعاء الفارغ، وده بيقول ان انت لو مش بتدي نفسك حقوقها فانت نفسك مش هتقدر تدي اي حد حاجة، ومع الوقت هتحس ان انت كمان مش قادر تكمل. وفي حاجة اسمها إجهاد التعاطف أو compassion fatigue، يعني انت مع الوقت كرائد أعمال بتعمل شغل كتير جدا وبتفكر في حاجات كتير جدا، هيحصل لك إجهاد. فلو مش بتراعي صحتك النفسية فبرضو انت مش هتقدر ان انت تكمل في البيزنس بتاعك. فمن إحسانك لنفسك ان انت تدفع لنفسك أولا، وافتكر دايما ان ربنا
بيحب إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. عشان تتقن عملك فأنت محتاج تكون مرتاح ومبسوط وانت بتعمله. تالت حاجة حابة اتكلم عنها هي اعطي الأجير حقه. ودي مشكلة شفتها كتير جدا عند رواد أعمال وأصحاب بيزنسز، إن هما ساعات بيبقى في شخص ليه فلوس عندهم ولكن هما بيفضلوا يأجلوا في ان هما يدوله الفلوس دي، ويقولوا لا اصلا انا محتاج اصرف على البيزنس بتاعي، محتاج الاول ان انا اجيب حاجات معينة، محتاج ان انا اعمل كذا، وبيفضلوا يأجلوا في فلوس بتاعت حد تاني. وبالتالي ممكن يكونوا هما بيحققوا ملايين وبيجيلهم فلوس كتير جدا، ولكن هي بتتبخر كأنها ما بتجيش، لان ما فيهاش بركة، لان انت اخدت حق حد. ودي نقطة مهمة جدا محتاج ان انت تفكر فيها. قبل ما تطلب حقوقك من الناس محتاج انت تدي الناس حقوقها. فالتمرين المهم النهاردة ان انت تعمله ان انت محتاج ان انت تكتب هل في اي حد انا محتاج ان انا ارجع له حقه، هل في اي ديون عليا ممكن تكون هي اللي عامله لي عدم بركه، اللي مخلياني مش مرتاح، اللي بتخلي الفلوس بتدخل وبتتبخر في نفس الوقت. وحاجه كمان من ضمن الحاجات اللي تدي الناس حقوقها مش بس الحقوق الماديه، انت عندك موظفين بيشتغلوا معاك، وفي حاجه اسمها psychological safety او الامان النفسي. الناس بتحس ان انت محتاج تديهم مش بس فلوس، انت محتاج تدي كلام ايجابي، محتاج تدي تحفيز. الموظفين بتوعك ممكن يكونوا بيشتغلوا وبيتعبوا ولكن انت بتنسى تقول لهم كلمة حلوة، بتنسى تديهم مكافأة، بتنسى ان انت تشجعهم. حاجة كمان اعملها النهاردة ان انت فكر لو في موظف بيتعب وبيشتغل ممكن تعمل له مكافأة من غير ما هو يكون في باله. ممكن ان انت تديله كلمة شكر او تكتب له شهادة شكر. حاجات بسيطة جدا بس فعلا هتفرق معاك كتير جدا، مش بس في دعوة هتاخدها من حد ولكن كمان هتفتح لك ابواب رزق، لان انت ساعدت الناس ان هي فعلا تحس ان هي بني ادمين. البيرن اوت والحاجات اللي احنا دايما بنقع فيها وهي التحدي ان انت طول الوقت بتحس ان انت مستنزف. البيرن اوت ده بيحصل انت ممكن تكون كمان بتحاول تفصل، بتحاول تاخد اجازة، ولكن برضو بتحس ان طاقتك مهدرة، انت مش قادر ان انت تركز، انت في اجازة بس مخك قاعد شغال في الاكسل شيت والايميل اللي المفروض تبعته والشغل المتأخر بتاع عميلك، ففعليا مش بتعرف ان انت تفصل. وكمان تفكيرك الزايد في الارقام وفي النتائج. وهنا في مفهوم اسمه locus of control، اللي هي فكرة انه كتير من رواد الاعمال او اصحاب البيزنس بيبقوا فاكرين ان هم محتاجين يسيطروا على كل حاجة او ان هم قادرين يسيطروا على كل حاجة. والحقيقة ان مش ده الحقيقة، انت محتاج ان انت تفهم ان انت قادر تسيطر ولكن على حاجات محددة، انت قادر تسيطر ان انت تعمل سعي، ولكن النتيجة في الاخر هي في ايد ربنا مش في ايدك. فلو فهمت المفهوم ده هيفرق معاك كتير جدا، لان انت هتفهم ان انت مش محتاج غير ان انت تسعى، مش محتاج ان انت تعمل اي حاجة تانية. وهنا يجي في الاحسان مفهوم التوكل. اسعى وبعد كده توكل، لان انت مش في ايدك تعمل اكتر من كده، ولما تتوكل ربنا اكيد هيديك نتيجة لسعيك ده. خلينا نقول على 4 خطوات عملية هتساعدك ان انت تخرج من البيرن اوت. اول حاجة هي قاعدة 100%، وانت بتشتغل طول الوقت اشتغل بتركيز كامل وخليك مركز في السعي اللي انت بتعمله، ولكن برضو خليك فاكر انه كده كده انت بتسعى ومش هتقدر تعمل اكتر من كده. تاني حاجة هي الانقطاع العقلي او المنتل كات اوف. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تعمل حاجة معينة انت بعد ما تخلصها قول انا النهاردة خلصت شغلي، يا رب انا كنت بعمل ده عشان اطلعه باحسن شكل ممكن وعملت اقصى ما في وسعي، وبكده يكون شغلك انتهى. واعمل كات اوف وما تفكرش في الشغل تاني، وروح ادي بقية الحاجات حقوقها سواء عبادات او ناس في حياتك محتاجين ان هم كمان ياخدوا حقوقهم. تالت حاجة هي الصلاة. والصلاة دي حاجة مهمة جدا ان انت تفهم ان هي مش مجرد عادة. الصلاة لو فهمنا تأثيرها علينا هنفهم قد ايه هي حاجة بتفرق جدا في البيرن اوت. واذا فرغت فانصب، فعلا احساس مش هتحسه غير لما تفهمه، ان انت لما بتروح تصلي انت بتروح ترمي الاعباء اليوم اللي عندك، انت بتشحن طاقتك. ابحاث اثبتت ان الصلاة كمان بتظبط الجسم وبتظبط الجهاز العصبي، فانت حاجات كتير جدا بتستفيدها لما بتصلي، مش مجرد ان انت بتعمل حركات وخلاص. فخليك دايما وانت بتصلي صلي وانت مركز وفاهم انت بتصلي ليه. اخر حاجة هي تقبل الخسارة، وافتكر دايما ان انت اي خسارة بتحصل هي في الاخر كده كده بتكون انت سعيت، ولو النتيجة كانت خسارة فربنا اكيد هيعوضها لك في حاجة تانية. وهنا برضو بيجي دور اليقين والتسليم لله، وده من الاحسان. فطول الوقت لو انت بتعاني من بيرن اوت نفذ الحاجات دي وهتفرق معاك جدا، وما تتعلقش باي نتيجة. افتكر انك طول ما انت بتسعى ربنا هيكتب لك اللي فيه الخير. خامس حاجة هي البركة. كتير من الوقت بنسأل نفسنا يا ترى هي البركة راحت فين؟
والطبيعي اللي احنا متعودين عليه ان 1+1 هو 2، بس الحقيقة في معادلة البركة الموضوع مختلف تماما، لان 1+1 ما بتبقاش 2، ممكن تبقى اكتر بكتير. وده بيفسر ليه في ناس كتير بيجيلهم فلوس كتير جدا بس هي الفلوس بتختفي ومش بيحسوا ان فيها بركة، وناس تانية ممكن يكون بيجيلهم دخل اقل بكتير ولكن حاسين طول الوقت بالوفرة وبيقدروا ان هم يعملوا كل حاجة عايزين يعملوها. هو هنا السر في البركة. البركة دي بتيجي من ايه؟ البركة اول حاجة بتيجي من الصدق، النية اللي اتكلمنا عليها في الاول، وتاني حاجة كمان بتيجي لما انت تفهم ان انت بتعمل الحاجة دي ليه. ethical consumerism او الابحاث بتاعة الاستهلاك، انت بتقدر تفهم انه لما بتكون صادق مع العميل بتاعك انت اصلا بتحقق نتائج افضل بكتير. انت لو عميل بتاعك جه سألك على حاجة، الحاجة دي فعلا المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمهم مش هيحلوا له المشكلة اللي عنده وانت صارحته بده، فهتكون كسبت ثقة العميل وكسبت المصداقية، والعميل ده حتى لو ما اشتراش منك فهو هيروح ويكلم ناس كتير جدا عنك وعن صدقك وامانتك. فدي حاجة مهم ان انت تفتكرها، ان البركة بتيجي من كده. البركة كمان بتيجي من ان انت ما تكونش ان انت طول الوقت بتستخدم فلوس مش بتاعتك، زي ان انت طول الوقت بتستخدم الفيزا بتدخل في ربا، او ان انت طول الوقت بتستلف وبتدخل في ديون، ودي من اكتر الحاجات اللي بتقلل البركة. وطبعا اتكلمت عن ان لو انت واخد حقوق الناس دي هتفرق معاك كتير جدا. فالنهاردة حاسب نفسك وشوف لو انت عندك نقص في البركة وبتحس طول الوقت ان فلوسك بتطير، يا ترى فين المشكلة من دول؟ حاول ان انت تكتب وراجع نفسك وراجع حساباتك الاخلاقية وهتكتشف انه البركة راحت فين. سادس حاجة هي القيادة بالرحمة. في ناس كتير فاكرة ان المدير ده هو البعبع اللي بيخوف الناس عشان يشتغلوا اكتر، وفي شركات وفعلا بيستنزفوا الموظفين علشان ياخدوا النتائج، بس الحقيقة الموضوع مش كده. في حتى مفهوم اسمه servant leadership اتكلم فيه اكتر من حد، وغاندي وسايمون سينك وناس كتير جدا اتكلمت فيه. المفهوم ده ان انت كليدر اصلا انت بتساعد الموظفين بتوعك، انت بتعمل لهم حاجات بتخدمهم. وطبعا لما نيجي نتكلم عن القيادة مش هننسى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه هو كان مثال القائد. القائد اللي هو بيشتغل مع الناس، القائد اللي هو بيسمع الناس، القائد اللي هو حتى لما بيلاقي حد غلط ان هو ازاي بيتعامل معاه بعطف ورحمة. خليك دايما انت قائد حقيقي في البيزنس بتاعك. اتعلم ازاي تسمع الموظفين بتوعك، اتعلم ازاي تفهم مشاكلهم، ما تتعاملش معاهم كآلة لان هم بني ادمين. وافتكر ان انت لو كنت قائد بعبع مش هتحقق افضل نتائج، ولكن لو كنت قائد الناس بتحبه فعلا هتلاقي ان كل الناس مستعدين ان هم يحققوا نتائج، وكل الناس مستعدين ان هم يبذلوا جهد اكبر بكتير عشان يساعدوا الشركة بتاعتك. واخر نصيحة هي ان انت تفتكر انك لازم تسيب اثر، وان البيزنس بتاعك هو صدقة جارية. دلوقتي بقى في مفهوم البي كورب اللي هي الشركات اللي ما بقتش بتشتغل بس علشان الربح، ولكن لازم الشركات دي بتشتغل عشان تسيب قيمة وعشان يكون في اثر. فخليك طول الوقت فاهم ده، وفاهم انت البيزنس بتاعك ده بيخلق وظائف لناس، بيساعد ناس كتيرة جدا، وبتقدر من خلاله ان انت يكون عندك مصدر رزق وتعمل بيه صدقات كتيرة. وخلي طول الوقت عندك صدقة للبيزنس بتاعك، ودي هتفرق معاك كتير جدا كمان في البركة اللي اتكلمنا فيها من شوية. في نهاية الحلقة الأولى حابة أقولك إنه دي كانت 7 حاجات تساعدك إن أنت تظبط طريقك للإحسان في البيزنس بتاعك، وهتشوف منها نتائج كبيرة جدا، وهتساعدك إن هيكون في بركة ووفرة في البيزنس بتاعك. كنت معاكم دينا خضر، مستشارة تسويق وريادة أعمال وبزنس اند كلاريتي كوتش، وإن شاء الله هشوفكم في حلقة الجاية في بزنس بإحسان على راديو 2. والبركة تحل علينا، مشوارنا مش صدفة، ده سعي بتقوى وإتقان عشان نكون أجمل صورة للإنسان.